والنشرة الجوية للعراق، حيث تهب على هذا البلد موجة من رياح الطائفية الشمالية الشرقية الجنوبية الغربية لتثير غبار التاريخ وتسوي طراقيع عندنا أكثر من الطراقيع اللي نعاني منها في هذا البلد. عدد العبوات الدموية المتوقعة ليوم غد في عموم المحافظات: بغداد الصغرى 7 عبوات دموية والعظمى 15 عبوة دموية، أما في الجنوب الصغرى 3 عبوات والعظمى 6 عبوات، وفي الشمال الصغرى 0 دموي والعظمى عبوة دموية واحدة. أما في دول الجوار فيكون عدد العبوات تحت الصفر الدموي، يعني هم اللي راح يصدرون إن شاء الله العبوات. موسم الفساد أحبتي الفاسدين يبدأ هذه السنة مبكرا مع بداية تنفيذ الموازنة والبدء بإحالات المشاريع، لذلك ننصح الفاسدين بتكثيف السرقات في الأشهر الثلاث الأولى من السنة. أيضا سوف تكون هناك زخات نزاهة بين فترة وأخرى، لكن نطمئنهم أن الموضوع بعيد عنهم تماما. وعلى ذكر النزاهة النسبية للحكومة 0 من يوم ما شفناها لحد هسه. الجو مدخن كلي من وقت الانفجارات يعني تحديدا، ومغبر في الأوقات الطبيعية. أما بالنسبة للسيارات المفخخة ستكون في وقتها سريعة إلى متطرفة السرعة. أيضا سيكون لدينا مدى الرؤية عند البعض أيضا ينخفض إلى درجة أنهم يهوسون للسياسي من يزورهم للمنطقة. أيضا مع ذلك فإن معدل الشتائم للسياسيين يتزايد شيئا فشيئا، رغم أن هناك من يهوس، لكن ما في مشكلة، ممكن نشتم ونهوس في نفس الوقت. الشتائم تزداد كلما زادت كمية الأمطار، هذه الأمطار التي تسبب بغرق شوارع متفرقة من مناطق العراق. معدل دخول الإرهابيين للبلد ما زال ثابتا، لأنه مستحيل يزداد أكثر من هالشكل، لأن معناها أكو دول راح تفرغ من المواطنين إذا زاد معدل دخول الإرهابيين. أيضا موعد شروق الشمس اليوم غد ماكو، لأن هي ظلمة ودليل الله. شكرا لمتابعتكم للنشرة الجوية، ونعتذر لكم لأن زميلتي في النشرة الجوية أخذت إجازة اليوم، لذلك ما راح تشوفون سيقان بها.